لا بس كملت كمان لما جالي اتصال بعد نص الليل. رديت وسمعت صوت واحدة بتقولي اسمعيني كويس. القصة اللي معانا من دولة العراق. بتقول صاحبة القصة: أنا اسمي رحيق، من عيلة بسيطة، عندي 3 إخوات بنات و2 إخوات شباب. قصتي بدأت من يجي 3 سنين لما كان عمري 14 سنة. في الوقت ده اتقدم لي عريس كان شاب وسيم ولطيف وباين عليه كمان إنه مهذب. كان عايش مع أمه وعنده أخت واحدة متجوزة، وكمان كان عنده أخ بس توفى. وأنا في العمر ده كنت عاطفية وحساسة ورومانسية، فرحت بيه جدا بصراحة، وما كانش عندي مانع إني أتجوز بالرغم من صغر سني. كنت شايفة إن الجواز فستان وقاعة وحب وحنان ودفى، خصوصا إن أهلي ما كانوش مهتمين بينا بالجانب العاطفي. يعني أكتر شيء بيركزوا فيه هو إنهم طالما بيأكلونا ويشربونا ويربونا فنحمد ربنا ونبوس إيدينا وش وظهر. فكنت فاقدة للحب ووافقت عليه لأنه كان أول عريس بيتقدم لي، وما حبيتش إني أطيره من إيدي. أهلي لما شافوا إني موافقة عليه ما كانش عندهم مانع، وبالفعل اتخطبنا وفضلنا مخطوبين لمدة 2 شهر. وخطيبي دفع مهر بسيط لأهلي، أنا ما كانش فارق معايا، وبابا كمان أهم شيء عنده إن الشخص يكون كويس، وما كانتش مهم عنده الفلوس. وعلشان المهر كان قليل فما كفاش كل الجهاز بتاعي، فكمل لي بابا كل اللي ناقص من عنده، وكمان اشترالي كم قطعة ذهب. وخطيبي جاب لي تليفون علشان نتكلم مع بعض، لأن أنا ما كانش عندي تليفون. كان بيكلمني ونفضل نحكي، وكان بيقول لي كلام حب وغزل، وكان بيوصف لي قد إيه هو حبني وأعجب بيا وبجمالي، وأنا الحمد لله جميلة، وأنا كمان حبيته جدا. كنت صغيرة وهو بالنسبة لي كان أول حب، وكان أول مرة أجرب المشاعر دي، فتعلقت بيه جدا. حتى أمه كانت طيبة جدا معايا، وكانت دايما تقولي إن شاء الله أنت هتكوني زي بنتي وأعز. الأمور كانت ماشية تمام لحد ما في يوم جالنا 2 ستات من طرف العريس، وقعدوا يتكلموا عنه بطريقة وحشة، ويقولوا لنا إن ده شخص سيء ولازم تبعدوا عنه فورا، وقالوا لنا إننا لازم نفسخ الخطوبة علشان ما نتورطش مع شخص زي ده. بس إحنا صدناهم وقلنا لهم أنتوا كدابين وجايين تخربوا بينا، فأسروا الشر وامشوا من هنا. وبالفعل طردناهم وهم أخدوا بعضهم ومشيوا. إحنا قلنا إنهم جايين يخربوا الجوازة، يمكن واحدة من بنات العيلة عندهم حط عينها على خطيبي وعاوزة تاخده مني، بس بعينهم خطيبي وبحبه وبيحبني، إنسان كويس ومؤدب وابن ناس، وما شفتش منه غير كل خير. طنشنا كلام الستات ومرت الأيام وما كانش فاضل على الفرح غير أسبوع. في الوقت ده لاحظت إن خطيبي اتغير جدا معايا، بطل يرد عليا في التليفون ولا كان بيتصل بيا ولا يطمن عليا، ولما كنت أكلمه أو أبعتله رسالة كان بيرد عليا بالعافية. حاولت ألاقيله أعذار وقلت يمكن مشغول بترتيبات الزواج وتجهيز الشقة والعفش. لا بس كملت كمان لما جالي اتصال بعد نص الليل. رديت وسمعت صوت واحدة بتقولي اسمعيني كويس، لو سمعت انك زعلتي الشخص ده او حتى ضايقتيه بكلمة واحدة او عملتي اي مشاكل معاه هعمل واسوي فيكي. قلت لها انت مين؟ قالت لي مش شغلك انا مين، انا بس بحذرك. وبعدها قفلت الخط. انا استغربت وقلت مين دي؟ بعدها اتصلت بأخت زوجي في نص الليل علشان أحاول أفهم منها مين دي، لأن خطيبي ما كانش بيرد عليا. بس هي قالت لي طنشي طنشي، دي واحدة كانت عاوزة تتجوز أخويا وما حصلش بينهم نصيب. قلت لها طيب هي مين؟ قالت لي أنا معرفهاش كويس، وقفلنا المكالمة. بس أنا بالي ما كانش بيهدى، ليه خطيبي متغير معايا؟ ومين دي اللي طلعت لي فجأة؟ بالي كان دايما مشغول، وبطلت آكل زي الناس. أنا لما بتوتر ببطل أكل، وكمان ببطل إني أنام كويس، وكمان أنا عندي أنيميا ودايما بكون تعبانة ومرهقة من غير شيء. كمان مع قلة الأكل وقلة النوم التعب بيزيد عندي. المهم كان فاضل على الفرح 2 يوم، واكتشفت وقتها إن خطيبي على علاقة بواحدة تانية، والواحدة دي للأسف طلعت بنت خالته. بقى دي اللي اتصلت بيا بتهددني كانت بنت خالته، والمصيبة الأكبر إن بنت خالته دي متجوزة وعندها 5 أولاد، وزوجها كان نظام شغله إنه بيسافر 14 يوم وبيقعد في البيت 7 أيام بس. هي بقى بتستغل غياب زوجها وبتخونه مع زوجي. أنا اتجننت وواجهته فورا بالموضوع ده. هو ما أنكرش وقال لي إن مفيش راجل ما عندوش ماضي، وإنه هو دلوقتي هيتجوز وهيتوب، وإنها كانت في حياته نزوة وراحت لحالها. أكل عقلي بكلمتين حلوين، وأخد من التليفون اللي اشتراهولي على أساس إنه يجيب لي واحد غيره. عدى الموضوع وجه يوم الفرح، لبست وجهزت وكنت طالعة زي البدر، ورحنا على القاعة والكل كان مبسوط وبيحتفل. وخلال الفرح حسيت بدوخة لأني كنت ما باكلش كويس ليا أسبوع. جريت أختي لعندي علشان تسندني،
وطلبت منهم يقفلوا الأغاني شوية، بس أخت زوجي رفضت وقالت لها إحنا في فرح ما تنكديش علينا. فتعصبت أختي وقالت لها في إيه؟ انتي مش شايفة رحيق دايخة؟ انتي عاوزة إيه؟ عاوزة أختي تموت علشان انتي تعرفي ترقصي؟ قالت لها أيوة، وإيه يعني تموت ونجوزوا غيرها؟ تخيلوا في يوم فرحي وبتقول كده قعدت على الكرسي وراحت أختي هجمت على أخت زوجي وفضلوا يتخانقوا ويشدوا في شعور بعض والدنيا اتقلبت والفرح اتحول لمعركة، بس الناس فضلوا يهدوا فيهم ويحاولوا يبعدوهم عن بعض لحد ما هديوا وكملنا الفرح. والمفروض اني بعد الفرح كنت اروح مع زوجي على بيتي، بس الغريب انه وداني على بيت اهلي وقال لي بكرة هاجي واخدك. أنا اتصدمت وأهلي استغربوا وسألوه عن السبب، وهو قعد يتحجج ويقول لهم معلش يعني ما جاتش من يوم، هو كله يوم واحد وهاجي أخدها، مع إنه كان يعرف كويس إن الموضوع ده هيضر بسمعتي والناس هتتكلم عليا، بس مش عارفة هو ماله. وبالفعل فضلت عند أهلي الليلة دي وفضلت طول الليل وأنا صاحية هتجنن ايه سبب تصرفه ده. وتاني يوم جه واخدني، ولما دخلت عندهم البيت لقيت خال زوجي قاعد معاهم وبيبصلي بنظرات اتهام وفضل يتكلم عليا وعلى شرفي ويقولي انتي اكيد مش بنت علشان كده زوجك سابك عند اهلك امبارح وكلام كتير من ده. انا معرفتش ارد عليه لان انا كنت صغيرة وما عنديش الخبرة اني اتصرف في المواقف دي. طلعت على اوضتي وبالليل زوجي ما حاولش يتقرب مني ولا اي شيء، ده بالعكس أنا اللي فضلت أقرب منه علشان أهله ما يتكلموش عليا تاني وعلشان أثبت لهم إني شريفة وإني بنت. وعلى الرغم من إني زليت نفسي بس هو برضو رفض إنه يتقرب مني. وعلى الساعة 2:30 قال لي أنا طالع عند أصحابي. قلت له أصحابك ودلوقتي؟ قال لي أيوة عازمني. قلت له طيب هستناك. قال لي لا ما تستنينيش، انا معرفش نفسي هرجع امتى، وسابني وطلع ومرجعش غير تاني يوم الظهر. طبعا هو ما كانش عند اصحابه. تخيلوا بنت خالته الحقيرة اخدته مني حتى في ليلة دخلتي. بني ادم حقيرة ما بتخافش من حد ولا عاملة حساب لحد. انا اول ما شفته انهارت وقعدت اعيط، بس هو فضل يستسمحني ويهديني وضحك عليا كالعادة بكلمتين. وبعدها بكام يوم رجع لعندي بالليل وكان طالعة منه ريحة خمرة. انا ما كنتش اعرف ان دي ريحة خمرة لان انا عمري ما كنت اعرف يعني ايه خمرة ولا ريحة الخمرة. امه لما شافته اتخانقت معاه، والحقير وصلت بيه الدرجة انه ضرب امه وقال لها انا حر في حياتي. دخل لعندي وحاولت اتكلم معاه بس هو رفض انه يتكلم وقال لي سيبيني لوحدي انا عاوز انام. فطلعت بره عند حماتي وقعدت ابكي على حالي وهي فضلت تهديني وتصبرني. حاولت انها تتصل على بنت خالته وتتخانق معهم وتقول لهم لموا بنتكم، كفاية العمايل اللي هي بتعملها. تاني يوم واجهت زوجي وفضلت ابكي وفضلت اترجاه واقول له انت ليه بتعمل معايا كده؟ انا لسه عروسة وبحبك وشرياك، مش انت كنت بتحبني ومتعلق بيا؟ فين كلامك؟ فين وعودك؟ قال لي ان شاء الله هتغير، انا بحبك وعاوزك. قلت له طالما بتحبني ليه بتعمل كده؟ قال لي انا راجل وانا حر في تصرفاتي. قلت له خلاص سيبها الست دي وابعد عنها، هي متجوزة ولو جوزها كشفك هيقتلك. قال لي ما اقدرش اني اسيبها او استغنى عنها. انهارت وقعدت ابكي بس هو فضل يحايلني ويصالحني وكالعادة ضحك عليا بكلمتين. أنا كنت صغيرة وعلى نياتي وما عنديش خبرة كفاية علشان أتصرف في المواقف دي. مرت سنة كاملة على جوازنا وأنا عايشة في جحيم خوف وقلق وتوتر، ما كنتش بنام ولا بعرف أكل ولا أعيش زي بقية الناس. كنت دايما على أعصابي، دايما حزينة، وهو كان منعني إني أطلع برا البيت إلا لعند أهلي، وكمان مش في أي وقت بيسمح لي إني أروح عند أهلي. كان محدد لي أوقات معينة بس مسموح لي فيها إني أروح عند أهلي، وكان بيأثر معايا في المصاريف، ما بيصرفش عليا زي أي زوج بيصرف على مراته. وغير كده طلع بني آدم حقير، دايما يطلع طلعات بالمراقص والملاهي الليلية، وعنده علاقات مع ستات كتير. وفي يوم كنت بعاتبه كالعادة، شخط فيا وقال لي ولعي اسمعي أنا مليت منك، أنا أصلا مش عاوزك، أنا اتجوزتك مجبور. تعرفي ليه؟ علشان أمي ست مريضة وأنا عاوز واحدة تخدمها، يعني أنا جايبك خدامة. ومن يومها وبطل يتفاهم معايا وبقى التعامل ما بيننا بالسب والضرب. طبعا هتسألوني فين أهلك؟ هقول لكم أنا ما كنتش بحكي لأهلي أي شيء، بابا مريض ضغط وسكر ومش هيستحمل أي حاجة، وأمي كمان كانت مش بتتفاهم، ولو كنت عرفتها كانت هتخرب الدنيا. سكت وتحملت على أمل إنه يجي اليوم ويتغير. هو شافني ساكتة وفضل يتمادى لدرجة إنه أخد ذهبي اللي بابا اشترهولي وباعه علشان يشرب بيه. وفي يوم حماتي قالت لي إن ابنها مسحور من بنت خالته علشان
علشان كده هو عامل زي الخاتم في صباعها. أنا لما سمعت الكلام ده صدقته، وأنا طبعا على نياتي وفضلت أدور على اليوتيوب على علاج للسحر، وشفت فيديو إني علشان أفك السحر أحط ملح بمنديل وأخبيه تحت المخدة، وفعلا جبت منديل وحطيت فيه ملح وخبيته تحت المخدة. في اليوم ده جالنا ضيوف، وجت أخت زوجي زيارة لينا. أنا كنت في الوقت ده في المطبخ، فجت أخت زوجي قالت لي فين صور فرحك؟ الضيوف عايزين يتفرجوا عليها. قلت لها الصور جوه في درج الكومودينو، وبالفعل دخلت الأوضة علشان تجيب الصور، وشافت المنديل أخدته بسرعة وجرت على أمها وقالت لها شوفي يا أمي، رحيق عاملة سحر لأخويا. ووقتها كلموا شيخ معرفتهم وأكد لهم إن ده سحر. ومن يومها وحماتي اتغيرت معايا، وحماتي فضلت تقول عليا إني بتاعت أسحار وعمولات، ومن وقتها بقت بتعاملني معاملة العبيد. أنا كنت في الأول بخدمها لأنها ست كبيرة، بس دلوقتي بقيت مجبورة إني أخدمها وأخدم ضيوفها، وبقت تجبرني أنظف جزم ضيوفها. متخيلين كل ده وأنا أتحمل وأقول بكرة حالهم يتصلح، بس هما من أسوأ لأسوأ. أنا متأكدة إن بنت خالته دي سحراله، وكمان أكيد سحر لزوجها، لأنها كانت مسيطرة عليه بطريقة مش طبيعية ومش فارق معاها حد. وفي يوم دخل زوجي البيت وهو متعصب وغضبان، دخل البيت لقاني في وشه وهجم عليا وفضل يضربني بكل قوته لحد ما جالي نزيف. طلبت من حماتي تاخدني عند الدكتور، بس هي رفضت. أنا اتحملت الألم وفضلت ساكتة لحد ما جه اليوم بتاع الزيارة اللي بروح لأهلي، فطلعت من البيت ورحت البيت أهلي وقلت لأمي أنا عندي نزيف ووجع، بس ما قلتلهاش إن زوجي السبب وإن هو ضربني. ورحنا عند الدكتورة، وبعد الكشف اتبين إني كنت حامل والجنين سقط. أنا أخدت العلاج ورجعت البيت زوجي وسكت كالعادة وما اتكلمتش، ويمكن من رحمة ربنا بيا إنه ما جاليش أولاد من الشخص ده. ومرت 2 سنين على جوازنا والوضع متغيرش. وفي يوم كنت رايحة عند أهلي زيارة، فجهزت ولبست هدومي وحطيت مكياج خفيف. أنا وطالعة شافتني حماتي، صرخت في وشي وقالت لي ايه المنظر ده يا عديمة الحياة، وجت ضربتني. وصرخت لزوجي وهو كمان جه كمل عليا بالضرب وقال لي امسحي وشك وغيري هدومك، ولو عاوزة تروحي لأهلك روحي ساعة واحدة بس وترجعي، وإياكي تتأخري. رحت عند أهلي، بس المرة دي خلاص أنا كنت ناوية إني مش هرجع تاني، خلاص طفح الكيل، وقررت إن المرة دي هصارح أمي بكل شيء شفته منهم. لما عرفت أمي انصدمت وقالت لي كل ده وساكتة، كل ده وما حكتليش حاجة من البداية؟ قلت لها كنت فاكرة إنه هيتغير وما كنتش حابة إني أتطلق. قالت لي والله ما ترجعي عندهم ولازم يطلقك الحقير ده. المهم فضلت قاعدة كام ساعة، وبعدها اتصلت حماتي على أمي وقالت لها إيه ليه رحيق ما رجعتش؟ أمي قالت لها وانت لسه عاوزاها ترجع؟ بنتي ما عادتش ترجع لعندكم تاني، وقولي لابنك الكلام ده. حماتي اتجننت وجت لعندنا جري هي واخت زوجي، وبعد ما اتخانقوا معانا قالت لي خلاص لو عاوزينه يطلقها خلاص هخليه يطلقها وبكره اجوزه ستها. ومشيت، ورجعوا بعد كام يوم تاني يحاولوا يرجعوني لانهم عارفين ان مفيش اي واحده هتقدر تتحمل ابنهم والعيشه اللي هم عايشينها. بس احنا قلنا لهم خلاص الموضوع خلص ومستحيل هرجع له تاني. فطلبوا من بابا انه يروح لعندهم علشان كان في قعدة رجالة، والرجالة متجمعين وعاوزين يقعدوا معاه علشان يصلحونا. بابا كان رجل بسيط ومتدين ومحبش الأذى، ولا كان كمان يقدر عليهم لأنهم ناس بتوع مشاكل. فراح وقعد معاهم، ولما رجع قال لي يا بنتي دول ناس شرانيين وما تنفعش العيشة معاهم. ورجعنا وطلبنا الطلاق، وطلبنا يرجعوا لنا عفشي اللي عندهم. وحماتي لما لقت اني رافضة اني ارجع بقت تهددني بالفضيحة. فضيحة ايه بقى؟ انا اقول لكم. تخيلوا ان زوجي كان مصورني بلبس البيت في اوضة نومي، وبعت الصور دي لامه، وامه فضلت تهددني انها هتوزع صوري. انا لما لقيت الوضع كده قلت لها خلاص انا كمان هفضحكم. انتي عارفة ان ابنك على علاقة ببنت خالته، وانا عندي ادلة عليهم وهفضحهم وهروح ابلغ عنهم. هي خافت وسكتت، ومرت عليا 7 شهور وانا في بيت اهلي. هم رافضين الطلاق وحاولوا كتير انهم يرجعوني، بس انا طبعا كنت رافضة ومستحيل ارجع. وبعد اسبوع اتصلت بيا اخته وقالت لي خلاص اخويا وافق انه يطلقك وهيجيب لك حاجتك واحنا ماشيين في اجراءات الطلاق. انا فرحت وحمدت ربنا اني خلاص هتخلص منهم واكمل حياتي واعيشها في هدوء واستقرار بعيد عنهم. ودي كانت قصتي وحبيت اني احكيها. الجواز مسؤولية كبيرة،
الجواز مش حب ورومانسية وفرح وفستان وطرحة، الجواز مسؤولية كبيرة. ما تتمسكوش بشخص سيء على أمل إنه يتغير. خلوا بالكم واسألوا عن الشخص اللي بيجي يتقدم كويس. خدوا وقتكم، ما تستعجلوش في الاختيار، لأن الزواج مشروع عمر ولازم يكون مع الشخص الصح. فكري بعقلك ومش بس بعواطفك. أنا صحيح ما قعدتش معاه غير سنتين، بس السنتين دول دمروني ودخلوني في حالة نفسية مش قادرة أخرج منها. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تتابعوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.